السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. رجعت لكم اليوم فيديو جديد عبارة عن وصفة اللي هي صابلي المزيود، ولكن راح نحاولوا نبازيو على يعني العجينة تاع الصابلي، على الكلاصاج، على كريمة الزبدة، باش نتوما تستعملوها يعني في اي مناسبة تكون عندكم، عرس ولا خطبة، ولا يعني نستعملوا نفس المكونات. كما راكم تشوفوا هنايا من اجل 40 حبة درت 300 غرام تاع زبده. انا كنت شريت باطه تاع 500، درت منها 300 غرام في العجينه، وخليت 200 درت بها كريمه الزبده. كما شفتوا درت هذيك 300 غرام تاع الزبده، ضفت لها حبه بيض كامله وزوج صفار بيض، خلطت مليح، ومن بعد ضفت كاس تاع المايزينا وكاس تاع السكر كلاصي والاكستري تاع لافاني، وخلطت مليح كامل المكونات حتى يوليو كي شغل كريمه، والزبده تاعنا تبيض شويه. زدت هنايا رشه تاع خميره يعني الحلويات، وتقدروا تستغنوا عليها اذا يعني خفتوا انه الشكل تاع الحبه تاعكم يتبدل. انا كي درت رشه يعني باش تجي خفيفه، ما نخافش انها تاثر لي على شكل الحبه تاع الكاطو تاعي. ونبدا نضيف الفرينه تدريجيا، ونحاول اني نخلي العجينه تاعي شويه طريه، ماشي طريه اللي كي نديرها في الفرن عاود يتبدل الشكل تاعها، ولكن ما نشفهاش بزاف باش ما يعني باش تساعدني في الخدمه. ورقتها هنايا بين هاد البلاستيك الغذائي. دائما نستعمل هاد البلاستيك باش ما نستعملش الفرينه، لانه الفرينه يعني العجينه يضربها الهواء، وزيد الفرينه يعني تزيد تنشف لي العجينه ويتغير القوام تاعها. جبت هنايا الطوابع اللي كنت حابه نخدم بيهم، خيرت الاشكال تاوعي على حسب لي موتيف، وبديت نطبع فيهم. الكميه هذه درت لي تقريبا 4 صواني كيما هكا، كل صينيه درتها من موتيف معين. نديروها تطيب في الفرن على درجه حراره 180 درجه، ونروحوا نوجدوا كريمه الزبده اللي درت فيها 200 غرام تاع الزبده. ضفت عليها تقريبا ربع كاس ولا تاع الزيت. واش يدير راح يعاونني انه الكريمه تاعي تجي طريه، ويزيد لي شويه في الكونتيتي. ضفت عليها هنايا الاكستري تاع الفراز، منها راح يعطيها اللون هذاك الغوزي، ومنها راح يعطيها ذوق بزاف بزاف شباب. انا شخصيا نحب الكو تاع الفراوله في الصابلي تاعي. نخلط مليح مليح، ونبدا نضيف السكر تدريجيا حتى نتحصل على القوام المناسب. نحاول اني ما نشفهاش، علاش كي نديروها في الصابلي راح تشرب شويه، فانا نحاول اني نديرها كما راكم تشوفوا طريه، منها تتمشى لي في الخدمه، ومنها يعني كي تشرب يبقى القوام تاعها شباب. هذه هي كميه الصابلي اللي تحصلت عليها من هذيك الكميه تاع 300 غرام زبده. نجيب البوشادوي نعمرها بالكريمه. اذا حبيتوا انكم ديروا الكونفيتور في الوسط، يعني راح ندير الكريمه على شكل اطار ونخلي البلاصه تاع الكونفيتور في الوسط. انا ما كاش متوفر عندي، فدرت كريمه الزبده فقط بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. يعني ندير كونتيتي مليحه ما نتقشفش. لصقت كامل الحبات، وجاء الوقت تاع الكلاصاج. هنايا استعملت الباتا كلاسي تاع الوجدان. نديرها تذوب في بان ماري، ونتاكد اكيد انه الماء ما راهش يتوشي لي الطبسي اللي فيه الشيكولا، لانه الشيكولا البيضاء تنحرق فاسيلمون. جبت هنايا القوالب تاع السيليكون اللي راح نستعملهم، وجبت هنايا كميه نحيتها من هذيك الشيكولا، يعني نحيو كميه صغيره فقط، ونبداو نضيفوا لها في الكولورون ونخلطوا حتى نتحصلوا على اللون المناسب. كيما انا هنايا درت القطره الاولى، شفت باللي بقات كلار بزاف، ما عجبنيش اللون بزاف، فضفت قطره واحده اخرى حتى تحصلت على اللون اللي راني حاباته. ونديرها في بوشادوي، ونبدا يعني ندير ثقب صغير، ونبدا نعمر في ليمون هكا، نتاكد يعني الخدمه تاعي تجي نظيفه اكثر، الشيكولا ما تخرجش منه ومنه، يعني الخدمه تجي بروبر. المهم هكا كيما راكم تشوفوا حتى يعني الحواف توصل لهم بشكل اسرع. المهم نعمر كامل القوالب اللي عندي، وكي نعمرهم نحاول اني نخبطهم خبطه او زوج، راح تساعد انه الشيكولا هذيك تتوزع في القالب مليح مليح، وتوصل الكامل الحواف، واذا فيها كاش لي بولدار ولا يخرجوا.
نديرهم في الكونجيلاتور تقريبا 5 دقائق راح تكون كافية، لانه كيما راكم تشوفوا الطبقة تاع الشوكولا بزاف رقيقة. ونحيوهم هكا في بلا. تحبوا ديروا لهم الناكري في هذه المرحله ديروا لهم. انا لانه كنت نقلاصي في الكاطو في نفس الوقت، فكنت غير نحي ونحطهم هكا في الطبسي، ومن بعد حتى كملت وبلاصيتهم في الكاطو عاد ودرت لهم الناكري من الفوق. هنايا نجيب الشيكولا تاعي اللي كانت باقيه، نضيف لها شويه تاع الزيت، ما تخافوش منها، نضيفوا لها شويه تاع الزيت. واش راح يدير الزيت؟ راح يخفف لي القوام تاع الشيكولا. ونبدا هكا نقلاصي ونخبط هذاك الزائد كامل باش يهود، ونتاكد باللي غطيت كامل الحواف بلا ما يكونوا عندي يعني لي بولدار ولا بلاصه اللي ما مغطياش مليح. وكما راكم تشوفوا كاين اللي يستعمل هذاك الشباك المخصص للشوكولا، انا فقط نستعمل هذا البلاستيك الغذائي، يساعدني باش نرفد الحبه هكا، نطلع البلاستيك ونرفد الحبه تاعي بلا ما تخسر، بلا ما توسخ لي البلون دو طرافاي بالشيكولا. يعني يخدم لي خدمه نقيه، سواء في الكلاصاج ولا في البلاستيك ولا في الشوكولا عفوا، نحب نستعمل هذا البلاستيك. المهم قلاصيت كامل الحبات بنفس الطريقه، خليتهم يشدوا رواحهم. انا كانت شويه سخانه فما حبيتش الشيكولا تشد روحها بالخف. هنايا بديت نحط لي موتيف تاوعي كما راكم تشوفوا على حساب الشكل اللي راني حباته. بما اني انا درت الصابلي للاموره رغد، فاستعملت هذاك الموتيف ودرته لها في شحال من حبه هكا باش يجي كما نقولوا الكاطو باسمها. المهم اخر مرحله اللي هي مرحله الناكري، جبت هنايا الناكري ليكيد وبديت نضيف يعني عشوائيا شويه هكا في القلب، في الوسط، في الديكور، في صباعين تاع هذوك الرجلين. المهم كما تحبوا، المهم ديروا هذيك اللمسه الذهبيه راح تمد يعني انتو الشابه للكاطو تاعنا كما راكم تشوفوا زادته رونقا وجمالا. وخلاص هنايا ما بقى لي غير نحطه في الكيسات وندير له الفينة. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاع اليوم. نتمنى انه الوصفه تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تخليوا لي ارائكم في التعليقات. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.